الله يسامح اللي كان عارف المعلومة دي وما قالناش عليها. بجد هتدعيلي من قلبك، ده طلع بجد سر اغلب الستات ما تعرفش عنه حاجة. يلا كده صلي على الرسول وقولي لي انت من انهي بلد بتتابعيني، وكملي الفيديو الاخر عشان جايبالك شوية افكار وحيل منزلية باذن الله هتعجبك وتخرجي مستفيدة. وتعالي اقولك على فكرة ومعلومة لاول مرة هتعرفيها، بس كملي الفيديو الاخر عشان تشوفي كل الافكار. ارمي قشر البيض في المية المغلية وحوليه بقى الكنز موجود عندك في بيتك، وهتقولي عليه لكل قرايبك وحبايبك. بجد هتدعيلي بعد الفكرة دي. ده طلع يا جماعة اختراع واحنا بنرميه ومحدش يعرف قيمته. عشت طول عمري برمي قشر البيض، بجد اتندمت على كل قشرة رميتها في الزبالة. يلا كده لايك حلو منك بسرعة، وتعالي بقى اقولك على الفكرة اللي بجد هتعجبك جدا وهتدعيلي عليها طول الصيف. هتجيبي كده شوية مية وهتجيبي البيض بتاعك طبعا بعد ما تنشفي كويس جدا مكان البيض وتسيبيه ينشف كده عندك على الرخامة. وبعد كده هتجيبي حوالي كوبايتين من المية وهتحطيهم على النار وتنزلي بقى بالقشر البيض. بس هدي كده النار، يعني متخليش النار عالية قوي، وسيبي بقى القشر البيض يغلي كده كويس جدا مع المية بالشكل ده. عايزه اقولك بجد يا جماعه قشر البيض بقى ده هتنسي اصلا ان انت تفكري ترميه في الزباله بعد كده، وهتحوشيه عندك في بيتك وهتعملي دايما الفكره دي. بعد كده هتحطي بقى القرنفل او المسمار، حوالي كده معلقه كبيره من القرنفل او المسمار، وتسيبيهم يغلوا برضو على النار. بس هدي النار شويه عن الاول، واول ما الميه يبتدي لونها يغير ويبقى لونها اصفر هنحط بقى معانا المكون الثالث. بصي، اول ما يبتدي القرنفل يغلي مع قشر البيض هتلاقي الميه لونها غيرت. لاحظي بقى كده لون الميه بدأ يغير معايا، بصي بقى بدأ يبقى لونه اصفر. هنا بقى تحطي معلقه كبيره من الخل الابيض، هتلاقي الميه رجعت بقى لونها ابيض تاني زي الاول بالظبط. هتسيبيها برضو تغلي كويس جدا مع الخل والقرنفل، وهتضيفي معلقه من القهوه، وسيبي بقى المكونات دي تغلي كويس جدا على النار. عايزه اقولك هنرتاح من اكبر مشكله ممكن تقابلنا طول الصيف باذن الله. لو انت حابه ان انت قشر البيض تكسريه علشان يغلي معاكي بسرعه مفيش مشاكل، ايه اللي يريحك. بس احسن حاجه ان انت تسيبيه كده سليم علشان لما تيجي بقى تصفيه ما ياخدش معاكي وقت طويل. كده خلاص هطفي بقى النار وهسيبه يبرد، وبعد كده هجيب بقى المصفى بتاعتي وهاخد الميه دي بعد ما تبرد معايا بالشكل ده. عايزه اقولك بقى شويه الميه دول بجد هما اللي كنز في بيتك. دول بقى يا ست الكل هيريحوكي من اكتر مشكله ممكن تقابليها، وهي الصراصير الصغيره والنمل. عايزه اقولك الوصفه دي واحده جارتي اقسمت لي بالله ان هي وصفه فعاله جدا ومتجربه، وقالت لي قوليها لكل قرايبك وحبايبك، كل اللي هيعملها بجد هيدعيلك. فحبيت ان انا اقول لكم عليها، فعلا بجد وصفة حلوة. بترشي كده عندك اللي يقضي على الصراصير الصغيرة وكمان النمل واي حشرات، وبالذات المطابخ الخشب اللي بيبقى فيها الصراصير الصغيرة دي. جربي بقى كده ورشي، وبإذن الله هتلاقي النتيجة خلال يومين، وجربيها وهتدعيلي. بصي بقى الحركه دي، حطي فصوص الثوم على نص البطيخه، بجد فكره قالت لي عليها جارتي، بجد ربنا يبارك لها. حبيت اقول لك عليها يمكن كمان انت ما تكونيش تعرفيها قبل كده. بتجيبي كده نص البطيخه وترصي عليها فصوص الثوم بالشكل ده. بجد تسلم ايد اللي اخترعت الفكره دي. الفيديو النهارده مليان افكار كتيره قوي هتعجبك وهتخرجي مستفيده. وهاتي كده فصوص الثوم، وتعالي اقول لك ليه احنا بنحطهم على نص البطيخه. بس كملي معايا الفيديو للاخر عشان تستفيدي بكل الافكار اللي موجوده في الفيديو. وما تنسوش اللايك يا حلوين. وتعالي نبدأ مع بعض بأول فكرة، وفكرة البطيخ هتلاقيها من ضمن الأفكار بإذن الله. أول فكرة معايا، ناس كتيرة قوي طلبت مني طريقة لحفظ الليمون. عايزة أقولك بعد تجارب سنين كتيرة قوي أحسن طريقة إن انت بتجيبي كده شوية رز، وشوية الرز دول بتحطيهم على الليمون، بيقعد معاكي مدة طويلة جوه التلاجة من غير ما يبوظ ومن غير ما يحصل له حاجة.
تعالي بقى اقولك على تاني فكرة بجد حلوة قوي وكلنا بنتعرض ليها. السلوك بتاع الشاحن بتلاقيها من الجزء ده بتبتدي ان هي تفك كده وتتقطع، فالشاحن يبوظ معاكي، ودلوقتي كل حاجة بقت غالية. تعالي نصلحه بمنتهى السهولة. بتجيبي كده غطا ازازة وتبتدي ان انت تسخنيه على النار وتلزقيه بالشكل ده. عايزة اقولك استحالة يتقطع منك، بجد فكرة حلوة قوي بتعمليها للشاحن. بصي بتلفيها كده وهي سخنة على طول، بتلف وتزود اللي هو السلك كده، بتخليه يبقى متين، مش بتخلي القطع يكمل السلوك اللي موجوده جوه. جربيها وهتنفع معاكي. تعالي اقولك بقى على حركه حلوه قوي تعمليها لكل الخواتم اللي بتبقى واسعه عليكي جدا وما تبقيش حابه ان انت تلفي عليها خيط ويبقى شكله مش كويس او شكله باين. بتعملي ايه؟ بتجيبي بقى كده مسدس الشمع والخاتم من جوه تمليه كده شويه شمع زي ما انت شايفه من جوه مش من بره، بحيث ان هي لما تسيبيه ينشف شويه تمام. الشمع كده كده بيبقى شفاف وبيبقى جوه الخاتم زي ما انت شايفه. بصي مش باين خالص. لما تيجي تلبسيه في ايدك هيبقى ضيق عليك ويجي على مقاسك بالظبط، بس مش هيبقى واضح خالص. احسن ما تقعدي تلفي عليه خيط او اي حاجه زي ما انت شايفه. نيجي بقى لفكره التوم على البطيخ. واحده جارتي قالت لي لو انت عايزه تحافظي على البطيخ يقعد معاكي مده طويله جوه التلاجة من غير ما يدبل، حطي فص من التوم كده على وش البطيخه. بقول لها معقوله؟ قالت لي اه الحركه دي حلوه قوي، وتغلفيها بكيس وتحطيها جوه التلاجة. استحاله لو قعدت معاكي شهر جوه التلاجة تلاقي الوش ده بقى دبلان ولا فيه اي حاجه. من ساعه ما جربتها فعلا وطلعت وصفه ناجحه قوي، وبتقعد معايا نص البطيخه مده طويله جوه التلاجة من غير ما تبوظ ومن غير ما تدبل. بجد فكره من ساعه ما جربتها وانا على طول معتمداها. قولي لي بقى انت اول مره تسمعي عن الفكره دي ولا كنت تعرفيها قبل كده؟ انا عن نفسي كنت اول مره اسمع عنها وفعلا طريقه ناجحه 100%. تعالي بقى اقولك على فكره حلوه قوي تعمليها برضو. لو انت بتستخدمي عود البخور ده وفي نفس الوقت عندك ناموس، تعملي ايه؟ بجد الطريقه دي حلوه، يعني عصفورين في حجر واحد زي ما بيقولوا. هتبخري البيت وفي نفس الوقت هتقضي على الناموس. بتجيبي عود البخور ده قبل ما تشغليه طبعا، هتحطي كده طبق وهتجيبي عارفه معلقه بن او قهوه، ده فعلا احسن حاجه للناموس او الدبان، بيكرهوا ريحه القهوه جدا. فاحنا لو عرفنا نلزق شويه كده من القهوه على عود البخور بالشكل ده بنقطه ميه بسيطه، وتبتدي ان انت تشغلي بقى عود البخور، ريحه القهوه هتنتشر وفي نفس الوقت ريحه البخور هتبقى معاها، فهتبقى الريحه حلوه وفي نفس الوقت هتقضي لك على الناموس والدبان والهاموش المنتشر الايام دي. جربيها وهتعجبك جدا. ألف تحية لصاحبة الفكرة دي، بجد ده طريقة هتدعيلي عليها. هتجيبي كده لازق الجروح زي ما انت شايفة، وهتحطي الفلفل الأسود الحصى. كلنا عندنا فلفل أسود. هتجيبي كده حبوب زي ما هو من غير ما تطحنيه، وهتحطي منه 5 6 على حسب طول اللزقة اللي انت قطعاها. تمام. اهم حاجه يكون الفلفل الاسود يكون لسه جديد، ما يكونش عندك من زمان، وتكون كمان ريحته قويه لان بيبقى فيه فلفل اسود مغشوش، فانت تتاكدي ان تكون ريحته قويه جدا. بعد كده هترصيهم زي ما انت شايفه كده زي الخط بالظبط. وبعد كده هتروحي بقى عند النبض او العرق اللي موجود في ايدك ده، هوريهولك دلوقتي مكانه، وتحطي اللزقه دي. طب احنا بنعمل كده ليه؟ الناس اللي دايما بتعاني من الصداع النصفي ده بقى بيعمل على زيادة ضخ الدم في الشريان، بيخلصك من الصداع النصفي لان هو بيوصل الدم لبقية الجسم وخاصة الراس، لان الصداع ده بيبقى عبارة عن نقص دم واصل للدماغ، فده بقى بيزود لك ضغط الدم. وكمان الناس اللي بتعاني من ضغط الدم العالي او الناقص بجد هيظبط لك برضو ضغط الدم اللي هو القياس بتاعه.